عارفين هي في مواضيع شائكة في حياتنا كده زي موضوع الأسرة والتفكك والطلاق لأي سبب ما. في الآخر اللي بيدفع ثمن الطلاق ده الأطفال الموجودين. يا إما الأب يعاند وما يصرفش عليها ولا على عيالها ويرميها، يا إما هي تعاند وتمنعه من رؤية عيالها، مع إن ده حرام شرعا. من رؤية عياله إن هو ما يشوفش عياله وتفضل مشحططاه وأهلها يتعاركوا معاه ويضربوه، وقصص وأفلام ملهاش أي معنى. طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال بما معنى الآية: وعاشرهن بالمعروف أو فارقهن بالمعروف. يعني ده في معروف وده في معروف، أنت استحالة العشرة مع بعض، اتطلقتوا، خليكوا زي الناس اللي بره من المتحضرين. كل واحد راح لحاله، بنقابل بعض بنسلموا على بعض والعيلتين حلوين مع بعض، خلاص هي استحالة العشرة، إيه المشكلة؟ ما بحجزش عيالي ان هم ما يشوفوش ابوهم اكرههم فيه وده ابوكوا ده ابن كذا، وهو ما يقولش اللي قد امكوا وحش. لا لا لا، ازاي وحشه وانتوا اخترتوا بعض؟ وبعدين ليه في العيل في الاخر يطلع هذا ما جناه ابي علي وما جنيته على احد؟ لو انت ما احسنتش الاختيار وانت ما احسنتيش الاختيار، العيل ذنبه ايه؟ يعني خلي حياتكم انتهت، ربنا قدر الله ما شاء فعل وربنا وفقكم في حياه تانيه، لكن خلوا الاطفال دول ما لهمش ذنب، ما يحسوش بالفرقه، يروح يشوف ابوه عادي من غير محاكم ولا رؤيه. ما تحجبيش عنه الرؤيه، حرام. يشوف ابوه مره في الاسبوع، يبات معاه مرتين، ايه المشكله؟ انت اصرف على ابنك، ده ابنك، ما ترموهوش عشان ما تعاقبوهوش بامه، وانت ما تعاقبوهوش بابوه. طب طالما انتوا بتعاقبوا العيل ان انتوا افترقتوا وزعلانين على فراقكم، طب افترقتوا ليه؟ خلي في عقلانيه يا جماعه في التفكير، العيل ملوش ذنب، الاطفال اللي ما بينكم ملهاش ذنب انها تنام من غير عشاء عشان اب جاحد، ولا انها ما تشوفش ابوها طول عمرها عشان ام جاحده مش عايزه تخليه يشوف عياله. حرام، اتقوا الله في بعض، يتوب علينا ربنا.